أهلا بيكم. كتير قوي بنسأل نفسنا إيه هو السر الحقيقي ورا النجاح أونلاين؟ يا ترى هو حظ ولا موهبة محدش عنده زيها؟ ولا يمكن في حاجة تانية خالص، حاجة أعمق. طب يلا بينا بقى ندخل في الموضوع ده ونشوف إيه الحكاية بالظبط. طيب، خلينا نبدأ بأول سؤال بيجي في بال أي حد. هل النجاح على الإنترنت ده مجرد صدفة؟ يعني ضربة حظ وخلاص؟ عشان بصراحة لما بنشوف قصص النجاح اللي بنسمعها عنها دي بنحس إنها حاجة خيالية كده، صعبة قوي ومستحيل تحصل لنا. بس الحقيقة بقى مختلفة تماماً. الموضوع مش قصة حظ خالص. الفلوس اللي الناس بتعملها أونلاين دي مش حكر على ناس معينة أو ناس خارقة. لا، دي قصص ناس زينا، ناس عادية جدا. كل اللي عملوه إنهم قرروا ياخدوا خطوة واحدة بس، خطوة صغيرة، والأهم من ده كله إنهم استمروا. طيب، عشان نفهم أكتر تعالوا نشوف أول قصة معانا. هنتكلم عن واحد من أكبر الأسماء في العالم دلوقتي، هنتكلم عن مستر بيست، ونشوف إزاي الإصرار بس ممكن يوصل الواحد لفين. ده بقى اللي قدامنا جيمي دونالدسون، أو زي ما كلنا عارفينه مستر بيست، صاحب أكبر قناة يوتيوب في العالم كشخص. وطبعا أول ما بنشوف فيديوهاته دلوقتي والإنتاج الضخم ده على طول بنقول إيه؟ أكيد بدأ ومعاه فريق إنتاج جبار ومعدات بملايين الدولارات. بس المفاجأة إنه بدأ حرفياً من الصفر. يعني لا كان معاها فلوس ولا كاميرات احترافية ولا فريق يساعده. كل اللي كان بيعمله إنه كان بيقعد بالساعات، مش بس يعمل فيديوهات، لأ، كان بيقعد يحلل فيديوهات الناس اللي نجحت قبله عشان يفهم هو ليه الفيديو ده نجح، إيه السر اللي بيخلي الناس تكمل مشاهدة للآخر. والرحلة دي متخيلوش إنها كانت سهلة أو سريعة. بصوا كده على الأرقام دي. بدأ أول فيديو سنة 2012 وهو عنده كام؟ 13 سنة، وفضل شغال 5 سنين كاملة. 5 سنين بيجرب ويتعلم ويغلط لحد ما في 2017 فيديو واحد بس هو اللي كان نقطة التحول في حياته كلها. والنهاردة هو براند عالمي، قيمته بتتقدر ب 500 مليون دولار. كل ده نتيجة إيه؟ سنين طويلة من الشغل والتعب والمحاولة. وهنا بقى أهم نقطة في قصة مستر بيست كلها، ركزوا معايا. أول فلوس دخلت له من يوتيوب كانت مبلغ صغير جدا، يعني كام دولار كده. بس القيمة الحقيقية ما كانتش في الفلوس خالص. القيمة كانت في إحساس إنه شاف بعينه إن الطريق ده شغال. الإثبات ده، الإشارة دي، إن مجهوده وتحليله طلعوا صح. دي كانت عنده أهم وأغلى من كنوز الدنيا. تمام، دي قصة مستر بيست. طب تعالوا بقى نروح لقصة تانية خالص ونشوف الموضوع من زاوية مختلفة تماما. هنتكلم عن علي عبدال، وهنشوف ازاي أي معرفة عندك مهما كانت بسيطة ممكن تكون هي دي مشروعك. علي عبد الله قصته مختلفة. هو بدأ القناة بتاعته وهو لسه طالب في كلية الطب في جامعة كامبريدج. يعني ما عندوش أفكار فيديوهات مجنونة زي مستر بيست ولا إنتاج ضخم ولا أي حاجة. كل اللي عمله وبكل بساطة إنه بدأ يشارك الناس الحاجة اللي هو أصلا شاطر فيها. إزاي تذاكر صح، إزاي تنظم وقتك، إزاي تتعلم أسرع. والمعادلة بتاعته كانت في منتهى البساطة والعبقرية في نفس الوقت، وهي إن أي حد فينا عنده مهارة معينة يقدر يحولها لمحتوى، والمحتوى ده لما بيفيد الناس مع الوقت بيتحول لمصدر دخل. هو ببساطة شديدة حول خبرته ومعرفته لمنتج الناس عايزاه ومحتاجاه. ورحلته كانت تدريجية جدا على فكرة. بدأ القناة سنة 2017 وهو لسه طالب، وبعد ما اتخرج كمل وهو بيشتغل دكتور بدوام كامل. تخيلوا، كان بيستغل أي وقت فاضي، أي أجازة، عشان بس يعمل المحتوى ده. والنتيجة إيه؟ النهاردة بيدير شركة تعليمية قيمتها ملايين الدولارات. كل ده بدأ منين؟ من قرار بسيط إنه يشارك الناس حاجة هو بيفهم فيها. ودلوقتي معادنا مع المثال الثالث، وده بقى استراتيجية مختلفة خالص عن الاتنين اللي فاتوا. قصة هدى خطان، وإزاي إن أهم حاجة في العالم ده مش الفلوس، لا، دي الثقة. دي طبعا غنية عن التعريف. هدى قطان مؤسسة إمبراطورية هدى بيوتي، براند ضخم جدا ومعروف في كل حتة في العالم. بس السؤال المهم، هي بدأت إزاي؟ اللي بيميز قصة هدى عن أي قصة تانية إنها ما بدأتش بإنها تبيع منتج، لا، هي بدأت بإنها تبني مجتمع. مجرد فيديوهات ميك اب بسيطة جدا على مدونة بتشارك فيها حبها وشغفها بالموضوع ده. بنت علاقة حقيقية مع الناس الأول قبل أي حاجة تانية. الاستراتيجية بتاعتها كانت واضحة قوي. الخطوة الأولى، ابني مجتمع كبير ومخلص قائم على الثقة. الناس دي بتصدقني وبتثق في رأيي. الخطوة التانية، لما الثقة دي اتبنت وبقت قوية، كان طبيعي جدا ومنطقي إنها تنزل منتجات باسمها. يعني البيزنس هنا ما كانش هو البداية، البيزنس كان النتيجة. والنتيجة النهائية، ثروة شخصية مجلة فوربس بتقدرها بحوالي 400 مليون دولار. وده بيورينا قد إيه بناء مجتمع حقيقي الأول ليه قوة مش طبيعية. طيب، بعد ما سمعنا كل الأمثلة الضخمة دي،
أكيد في ناس بتفكر دلوقتي وبتقول طب وأنا مالي بده كله؟ أنا فين من الناس دي؟ عشان كده خلينا نرجع الموضوع لينا إحنا ونتكلم عن أهم خطوة في أي رحلة، لحظة أنا أقدر. النجاح مش معناه إنك تبقى مليونير من أول يوم، لا خالص. في قصة عن شاب عادي اتعلم يكتب أونلاين، وأول مرة يشتغل ويكسب كسب كام؟ $50. مبلغ بسيط جدا صح؟ بس النقطة مش في $50، النقطة في الإحساس اللي جاله بعد ما كسبهم. الإحساس ده كان أهم وأقوى مليون مرة. إحساس أنا أقدر. اللحظة اللي بتعرف فيها إنك فعلا تقدر تعمل فلوس من مهارتك ومجهودك، اللحظة دي هي نقطة التحول الحقيقية، هي دي اللي بتغير كل حاجة. وبكده نوصل لخلاصة الكلام ده كله. ايه هو بقى السر المشترك اللي بيجمع مستر بيست وعلي عبدار وهدى قطان وكل الناس دي؟ السر بسيط لدرجة ممكن ما تتوقعهاش. هم 3 حاجات بس. كل الناس الناجحة اللي اتكلمنا عنهم عملوا ال3 حاجات دول. أولاً بدأوا، تانياً اتعلموا هم ماشيين في السكة، تالتاً ودي الأهم من أي حاجة، كملوا ما وقفوش. مفيش ولا واحد من دول بدأ وهو معاه خطة كاملة متكاملة أو كان ضامن إنه هينجح 100%. أكيد كان عندهم شكوكهم ومخاوفهم زي أي حد، بس هم ببساطة بدأوا. ودي أهم رسالة عايزين نوصلها النهاردة، إنك تبدأ أهم بكتير من إنك تستنى تكون مثالي. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.